طبعا كلنا عارفين المعلم سردينة وابنه محفوظ. المعلم سردينة واحد من الشخصيات المهمة جدا في عالم البيزنس، وده مش بس عشان هو انسان عصامي نجح في حياته وبدأ من الصفر، لا ده عشان شخصيته فيها مميزات اكتر. اول حاجة كان حريص انه يساعد الناس اللي شغالة معاه، يعني لما بيلاقي حد في التيم بتاعه عايز يتعلم زي عبد الغفور البرعي مثلا بيديله كل خبرته وبيحكي له كل تجاربه. لما تعوز تتسبب بسبوبة زي دي كان لازم ترجع لي عشان اقول لك تهبب ايه. بيساعده في ازماته ويخرجه منها لحد ما يبقى معلم زيه. ايه وخد بالك قوي من النقطة دي، المعلم سردينة بقى كان نموذج لعقلية النمو، الجروس مايند سيت، وعلى عكس تماما كان محفوظ ابنه اللي هو العقلية الثابتة أو الفيكسد مايند سيت. طب ايه الفرق بقى ما بين الاتنين؟ أول حاجة عقلية النمو الجروس مايند سيت بيفرح بنجاح اللي حواليه وبيساعدهم، مش بس كده نجاحهم مصدر إلهامه. علشان كده المعلم سردينة كان بيساعد عبد الغفور. انا طول عمري بتمنى الخير للناس، والاهم من كده ان هو بيعترف بنقط ضعفه وبيشتغل عليها. كان بيشوف التحديات اللي بتقابله فرصه عشان خاطر يتعلم. انما بقى محفوظ كان بيحس بالتهديد من نجاح عبد الغفور، ما بيتقبلش النقد حتى من ابوه المعلم الكبير. ازاي تتصرف تصرف زي ده؟ ازاي؟ ما تعليش صوتك، انت بتكلم ابوك. علشان كده معرفش يتعلم منه زي ما عبد الغفور اتعلم، بيتجنب التحديات وبيخاف يخاطر. حتى لما ابنه عرض عليه مشروع جديد خاف، بالرغم ان ابنه كان دارس المشروع كويس. محفوظ كان المثال للعقليه الثابته، فيكسد مايند سيت. انت بقى تحب تبقى المعلم سردينة ولا ابنه محفوظ؟